ازاي تبسط نفسك في أسوان بأقل مجهود؟ يلا بينا. أسوان من أحلى الأماكن اللي في مصر اللي ممكن تزورها في الشتاء. جمال النيل فيها مش طبيعي، ودرجة الحرارة تنسيك برد الشتاء، وحضارة النوبة وعاداتهم وأهلها الطيبين. والنهاردة تاني يوم ليا في أسوان، وهاخدكم في جولة نيلية طول اليوم، وهنزور أعلى قمة جبل في أسوان، قبة الهوا، وجزيرة النباتات، وجزيرة بربر الساحرة. بدأنا يومنا كالعادة بالفطار الرايق في بيت فضلو سناي اللي احنا قاعدين فيه، وبعد الفطار لازم كوباية شاي مع منظمين الرحلة الرايقين قوي كريم ووليد. ركبنا التيك تاكو بتاعنا عشان نروح لمرسى المراكب عشان ناخد المركب الجميلة بتاعتنا اللي هنلف بيها طول اليوم. وانطلقنا أول حاجة لأعلى قمة جبل في أسوان، قبة الهوا، وسعر التيكت 20 جنيه وبتطلع حوالي 300 سلمة. وأول حاجة بتقابلك مقابر النبلاء، ودي مقابر للنبلاء وكهنة أسوان من عهد قدماء المصريين. ولو صحتك جايباك هتكمل طلوع الجبل اللي طوله 130 متر عشان توصل للقمة وتشوف أحلى فيو لأسوان كلها من فوق، وتتصور أحلى صور ممكن تتصورها في أسوان كلها. ونزلنا اول ناس عشان نرتاح شويه في الكافيتيريا اللي في المكان، والصراحه القعده فيها كانت حلوه قوي، وشربنا احلى كركديه اسواني وكان ب 25 جنيه. بعد كده ركبنا المركب بتاعتنا تاني عشان نتحرك لجزيره النباتات، وكانوا بيوزعوا موز في المركب، وطول الوقت في المركب اغاني نوبيه واجواء جامده جدا. وجهزنا العيش الفينو عشان ناكل طيور النورس ونتصور معاهم، والطريق كله مناظر طبيعيه خلابه، انا ما شفتش جمال بعد كده والله. وصلنا حديقة النباتات اللي تعتبر من أهم المزارات السياحية في أسوان، ومن أقدم حدائق العالم، وموجودة في جزيرة كاملة في وسط النيل، وتحتوي على كتير من الأشجار والنباتات النادرة، وفيها شجرة كل ما تطبل عليها بتخرج الطاقة السلبية. وشجرة كل ما تلمسها ورقها بيستخبى، بيسموها الشجرة المستحية. الصراحة حديقة ولا أروع، من أحسن الحدائق اللي زرتها في حياتي. خلصنا ومتجهين لآخر مكان هنروح النهاردة، جزيرة بربر، وفي الطريق شفنا ضريح الأغا خان ومناظر طبيعية ساحرة، ولازم طبعا الكركديه الأسواني معانا في كل مكان. وصلنا جزيرة بربر اللي هنقعد فيها لحد الغروب، والمكان هنا جامد قوي، والقعدة فيه رايقة جدا، وممكن تعملوا شوية أنشطة زي كايك في النيل، النص ساعة كانت ب100 جنيه، أو تتزحلقوا على الرمل براحتكم، البورد كان ب50 جنيه. وحضرنا الغروب، والغروب هناك كان عظيم قوي. وبعد فرضة يوم طويل اتبسطنا فيه، نروح بقى عشان نتعشى. والعشاء النهارده كان جامد قوي، فراخ مشويه وبطاطس في الفرن وملوخيه وشغل عالي قوي، والصراحه الاكل كان طعمه حلو قوي. وبعد العشاء كان في عيد ميلاد ضاحي من اهل النوبه، وهيصنا معاه ووزعوا علينا من التورته.
يا كيمو مأكلنا حبيبي يا اخي قلت ايه بلاش. وبعد كده اتفرجنا على ماتش الاهلي والزمالك والاهلي كسب 3-0 وكان يوم جميل جدا. وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي.